علشان نفهم بداية القصة لازم نرجع لولاية أوهايو في يوم 14 يونيو اللي فات، يعني من حوالي شهر بس، لما واحدة من جراند تشاد كلمت البوليس وهي مفزوعة بتقول لهم إن البنت الصغيرة جارتهم بتجري في الشارع بتستنجد بالناس. 911, where's your emergency? There's a girl running down the street saying that her stepfather, everyone in her family. Did the female say to you? And she says that her stepfather, everybody in her house. How or what was happening? I asked her to get in the car with me, and she said she couldn't leave her family. But I think she ran to the fire department. We have help on the way. Thank you. Tell how many people have been... I think 2 children. Okay. All right, I need... What was that your I've name, seen. sir? All right, we've got help on the way. If you could, just try to stay inside so that you're safe. All right. All right, thank you. Thank you. Bye. مأمور الشرطة اللي سمعناه في آخر المكالمة اللي فاتت راح فورا هو وقوات الشرطة لمكان البلاغ، ولما وصلوا شافوا المنظر اللي مش هينسوه أبدا. تشاد القاتل قاعد قدام مدخل بيته بهدوء، وأطفاله الثلاث قدامه وجنبه، ومراته منهارة بتصرخ وراه. Show us your hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the fuck up! Get your hands up. Tell me 21. It's in there. Those guys confirm that there's people in the West Vegas. That's the shooter who's not complying. They need to take care of the victims. They have to show them and shoot them. Man, I ain't trying to hurt nobody. I'm completely sober. Never did drugs. 63, we're 21. Get the EMS over here. Oh, I did drugs real quick, but I don't do drugs now. I'm sober. I'm not trying to fight you. What are you doing, man? Ready for your coffee and all that? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. I ain't mad. I ain't nothing. Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. All right. He won't bite you. What's going on, man? Nothing. Can I stand up? It's kind of uncomfortable. I'm gonna I get ain't you gonna here do in a nothing. I ain't second. running away. You can do whatever you want with me. ابتدت التحقيقات اللي هتكشف تفاصيل هتخلي الجريمة دي مؤلمة أكتر. أول سؤال في التحقيقات، الشرطة كانت عايزة تعرف الدافع في إنه يعمل كده، هل هي كانت لحظة فقط فيها السيطرة ولا جريمة متخططة؟ المفاجأة إنه اعترف إنه بيفكر في الجريمة دي من أكتوبر اللي فات، يعني قعد حوالي 8 شهور مع الأطفال شايفهم بيكبروا قدامه وبيعتبروه بطلهم زي ما المدرسين بتوعهم في المدرسة بيقولوا، وهو في دماغهم بدم بارد بسبب مشكلة ملهمش ذنب فيها. الأغرب إنه غير صورة الفيسبوك بتاعته قبل الجريمة ب3 أيام للصورة دي اللي واضح إنها كانت رسالة وداعهم، وقال في التحقيقات إنه ما نامش لمدة 3 أيام من ساعة ما نزل الصورة دي لحد ما نفذ جريمته. تاني حاجة مؤلمة عرفوها في التحقيقات إن مراته جرت علشان تحمي أطفالها وحطت صباعها جوه فتحي علشان تمنعه، وهو ضرب صباعها وجزء من إيدها. ظهر تشاد في آخر جلسة لمحاكمته من كام يوم وهو لابس بدلة المساجين الأشد خطورة اللي بيلبسوها بس الأخطر المجرمين علشان يمنعوهم يأذوا نفسهم واللي حواليه. طبعا أول سؤال بيتسأل في قضية زي دي هو ليه عمل كده؟ هو بيدعي إن مراته طلبت الطلاق من حوالي سنة، فابتدى إنه يفكر يحرمها من أكتر 3 حاجات بتحبها، ولادها. بس هتفضل أصعب تفصيلة في القضية دي من اللي ظهرت في التحقيقات هي اللي هنعرفها دلوقتي. بس الأول لازم تعرف إن تشاد كان هادي جدا ومش واضح عليه أي تأثر زي ما شفنا في لحظات القبض عليه وكمان في جلسات محاكمته، لكن انهار وظهر عليه التأثر في موقف واحد بس بسبب التفصيلة دي اللي هقولك عليها دلوقتي، وزي ما هنشوف دلوقتي في المحاكمة. بس الأول هقولك إيه هو المشهد الصعب اللي انهار بسببه واللي ظهر في التحقيقات. المشهد هو ان ابن تشاد الصغير تشيس اللي عنده 3 سنين بس، لما لقى ان تشاد بيوقفهم صف جنب بعض وفي ايده خاف وجري باقصى سرعه حاول يهرب، لكن تشاد طرده ونجح انه يمسكه ورجعه البيت لصف جنب اخواته. We know that one of the boys was able to flee into a field near the home, and again we know from his admission, father hunted that boy down, drug him back to the property, and then in front of witnesses. He's confessed to what I believe is the worst crime, at least I hope, that I'll see in my lifetime.
I hope it's the worst fact pattern that ever comes before this court. بعد الجلسة دي المحكمة حددت له الكفالة 20 مليون دولار، والادعاء قال انه بيخطط يطلب من المحكمة عقوبة. لكن اللقطة بتاعت تشاد وهو بينهار سببت جدل كبير في المجتمع الامريكي اللي معظمه شايف انه ما فقدش اعصابه بسبب موقف ابنه الصغير اللي كان الادعاء بيحكيه قدامه زي ما شفنا، لكن بسبب انه ادرك ان الادعاء هيطلب عقوبة مش هيكتفوا بالسجن مدى الحياة. وانت كمان ما تنساش تقول لنا رايك في القضية دي في الكومنتات، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.